نحن لم نعد نريد العدل في أوطاننا، ولكن نريد تقسيم الظلم بطريقة عادلة. أبو عبد الله محمد بن عبد الحودلي المعروف باسم حسن التهامي من اليمن، من قرية كرعة في تهامة، ولد في مكة المكرمة سنة 72 للميلادي تقريبا. تلقى تعليمه النظامي للمرحلة الثانوية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكر جدا. درس علوم المبادئ الشرعية في رحاب الحرم المكي، ويحفظ آلاف الأحاديث، ومتخصص في علم أشراط الساعة وأحاديث الفتن والملاحم. بعد تعليمه ودراسته في مكة هاجر إلى اليمن، لأنه اقتنع أن هذه الدولة هي الأنسب والأأمن له لنشر الدعوة. وتعرض لمضايقات في عهد علي عبد الله صالح، ولكن لم يتم القبض عليه لأنه لم يكن لديه أي تهمة. وتعرض أيضا لمضايقات في عهد عبد الرب منصور هادي، وأيضا لم يقبض عليه لأنه لم يكن هنالك تهمة. وتعرض لمضايقات في حكومة أنصار الله سنة 2018، وتم القبض عليه، ومن ثم الإفراج والاعتذار. وفي 2019 تم إلقاء القبض عليه أو اختطافه، وإلى يومنا هذا لا أحد يعلم أين هو حسن التهامي. ملاحظة بسيطة: أبو عبد الله محمد بن عبده الحودلي يقول البعض أن سبب المضايقات له أنه يرى البعض على أنه المهدي، مع أنه لم ينسب لنفسه هذه الصفة بتاتا. نرجع لموضوعنا. من الخزي والعار علينا أن يكون حسن التهامي في السجن، وغالب القاضي حر طليق. لذلك نحن لم نعد نريد العدل، نريد تقسيم الظلم بطريقة عادلة. شيء محزن ومؤسف أن رجل بحجم حسن التهامي يخفى، ولا أحد يعلم أين هو، ولا أحد يستطيع الوصول إليه سواء من أقاربه أو معارفه، بينما غالب القاضي حر طليق يتمتع في بنات الفقراء والمساكين في اليمن. والله أنه خزي وعار علينا كأمة عربية مسلمة. تعب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه والصحابة في نشر هذه الدعوة ونشر الإسلام، إلى أن يصل إلينا أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في السجن، ومن يرتكب المحرمات والمنكرات والباطل كغالب القاضي حر طليق. نسأل من الله العفو والمغفرة وأن لا يغضب علينا. لذلك الآن نحن نطالب بالإفراج عن حسن التهامي، أو ما هي التهم الموجهة إليه من أجل الحبس، ونطالب بإلقاء القبض على غالب القاضي، من يستغل حاجات الناس وفقرهم من أجل الاستمتاع. تقول له: يا بني آدم، أنت الحين رحت عند أسرة فقيرة تتزوجي بضعف، قال لك معي عقد زواج. اختلافنا معك يا غالب مش على عقد الزواج، كلنا نعرف أنك تزوجت على سنة الله ورسوله. اختلافنا عن موضوع كيفية الزواج. لماذا لا ترد على هذه الأسئلة يا غالب القاضي؟ أتحداه يا جماعة أنه يرد على هذه الأسئلة، ويقول: أنا تزوجتي لأني هي اللي أقنعتني وأجبرتني وجاءت لعندي وأنا رحمتي وقلت بعمل أجر، لأنه عارف أنه غلطان. يطلع يجيب لك عقد الزواج فقط. رد على التهم الذي نسبت لك اياها البنت، وقال انك اجبرتي وانك طلعتي من الحديديه لا صنعاء لا لحج، وبالاخير حطيتي في موقف وفي زاويه انا ما اعرفش اساعدك الا اذا تزوجتك. رد على هذه، انكر هذه التهم. كل شيء يطلع لك بعقد. والمؤسف والمخيل ان حكومه صنعاء ما زالت الان جعلته حر الطليق بحجه انه ليس هنالك اي تهمه واضحه، ولم يجي احد الى اقسام الشرطه من اجل الابلاغ عليه، بينما حسن التهامي لديه تهمه واضحه وتم زجه في السجن. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله العلي القدير أن لا يغضب علينا ولا ينزل سخطه.